بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي في كل مكان؟ آه يا رب تكونوا كويسين وبخير. انا هعمل ايه؟ جبت الشطة دي، هعمل هريسة شطة، يعني اللي عندي خلصت، فقلت ايه اعمل شوية كده حلوين على ما الشطة تكتر البلدي وكده. جبت بقى الفلفل المكبب الاحمر، ده بيبقى مسكر قوي في الاكل، فهيبقى مع الشطة الحراقة دي ومع الشطة التخينة دي الخضرة دي برضو فيها بعد قرن حراق برضو. المسكر مع حراق كده هيدي طعم جميل جدا في الهريسة وتبقى حلوة. والهريسة طبعا مفيدة وبنعملها، بستخدمها في كل حاجة. واقشر التوم، احط فيها نص راس توم كده او راس توم متوسطة كده، واحطها واحط خل وليمون وبس كده ومعلقة ملح. اضرب بقى، اقشر بقى التوم بسرعة كده، احط الفص التوم واقوم رايحة ضغط عليه بالسكينة ضغطة واحدة، يطلع بسهولة خالص بدل ما اقعد اقشر واعمل في صوابعي وكده، ويبقى ايه بيعمل في التهابات في الصوابع كده. احسن حاجة كده. خلاص بقى هضربهم على مرتين اهو. الكمية دي كيلو كده، يعني الشطة الحراقة دي الرفيعة دي حراقة قوي. الفلفل المكبب الاحمر ده مسكر حلو كده، فيه تسكيرة حلوة كده. والشطة اللي هي الخضرة العريضة دي برضو ايه، هتحس انها فيها بعض قرن حراق كده. ده مع ده بقى بيدي ميكس حلو قوي، بيبقى ايه طعم المسكر مع طعم الحراق كده، بيبقى حلو قوي في الهريسة. طريقة حلوة، جربوها تعجبكم من غير اي حاجة خالص. كده بقى خلصت الكمية التانية اهي، هعملها اهو. المهم يبقى ايه شطة اللي هي حمرا، يعني اللي هي المكببة دي تبقى حمرا، يعني متبقاش خضرا. يعني بقيت التوم حطيته، واحط بقى الخل حوالي كده ربع كوباية خل كده، 3 معالق تبع الكمية يعني. و نص كوباية صغيرة كده عصير ليمون. جبت الليمون وقسمته نصين وعصرته. جميع الخلاط، قصدي الكبات كلها لازم تعلق مع الواحد، لازم ما نعاني الاول على ما نشاء. فيها سهمين كده فوق بعض، سهم في الموتور كده وسهم في الكبه، بيبقوا قصاد بعض، يبقى كده ايه اتظبطت. كده بقى هنكمل بقى ايه خليط ضرب اهو الخليط اهو. اهو بتبقى حلوة أوي الطريقة دي، وبتبقى حلوة المكونات دي. الشطة الرفيعة الحمراء أو الحراقة دي مع مع الفلفل المكبب الأحمر ده، ومع الأخضر. وبعدين بقى الهرسة دي بقى بعبيها بقى الآخر خالص، بعبيها في علب تلاجة أو علب جبنة أو أي حاجة عندك، أو أكياس. بس أحلى حاجة في العلبة عشان تطلعي على طول وتحطي بقى. نحطها بقى، بتنفع في المشاوي والمشويات والمقليات والمحاشي والبتنجانات وكل كافة مكان. حلوة قوي قوي هريسة الشطة دي، بتبقى موجودة على طول، ما بقطعهاش، وبتقعد من السنة للسنة. حلوة جميلة الحقيقة. بدل ما نقعد ندق ونعمل، هي كده بتبقى جاهزة في أي حاجة. وحطيت بقى معلقة ملح صغيرة كده مليانة وبس كده. نكمل بقى ضربه، وبعد كده ايه. مش عارفة الكبة مالها كده. اه جربي الطريقة دي، مفيش غير حاجة غير، بس هي بقى ايه مية شوية، لأن هي طبعا ما هيش بلدي. بس هي يعني، ما هي برضو مية الشطة حلوة يعني، مش وحشة. هي كده كده بميتها كده بالمعلقه، وكده هتتخن شويه يعني، بحط في التلاجة بتجمد شويه. عاوزه تحطها في الفريزر تحطيها في الفريزر. وبرده لو طلعتيها، حطيت العلبه في الفريزر وطلعتيها، سحبتي منها بالمعلقه، بتطلع برده بسهوله وكل حاجه. كده بنفس الشكل ده بقى. خلص كده، خلصت خلاص اهي. عاوزه تخليها خشنه عن كده خليها، ناعمه عن كده برضو خليها. انا عاوزاها كده كويسه اوي. مفيش غير بس عصير الليمون، التوم، الملح، بس كده. وانا بضربها في الكبه ما بحطش غير كده. نضف بقى حوالينا كده اهو نفس الشكل ده كده. كده بقت هريسة شطر كل حاجة للجميع، كل انواع الاكل اللي انا بحطها في كل انواع الطعام. حلو قوي. كده خلاص تمام اهي. هنعبيها بقى في علبة جبنة او علبة تلاجة وكده. حلو. حراقة ومسكرة في نفس الوقت، ميكس جميل قوي. اهو علبة الجبنة دي كده هحطها فيها، وبعدين هحطها في التلاجة.
اهو بس كده. كده كويس اهو. نغطيها بقى ونحطها في التلاجة. وبعد كده بقى ايه نشوف الخطوات التانية ايه. بس هنحط معلقة كمون صغيرة كده وربع معلقة ملح، فلفل اسمر. ولو في كزبرة ناشفة برضو ناعمة حطي. بس كده تبقى احلى شاي، احلى هرسة شطة باحلى مكونات. مفيش غير كده. انا مرضتش احطهم وانا بضربهم وانا بضربهم يعني هم في الكبة عشان ما يسودهاش. انما كده بقى حلوة كده. تبقى جاهزة كده، جاهزة لكل حاجة. بس شكرا كده. تمام. اعملوها بقى بنفس الطريقة وهتعجبكم، حلوة او هتعجبكم. الطريقة التانية بقى الجميلة دي بقى، ان انا بقى ايه عملت شطرة كده وشملولة في اخر اول في موسم الليفت قبل رمضان بشهر. ركزوا بقى، قبل رمضان بشهر جبت رابطة ليفت. وجبت ايه، عشان مثلا ايه احدق بقى رمضان ترشي وحاجات من دي يعني، او اخلي الترشي يعني. فجبت رابطة الليفت دي وحطيتها كلها على بعضها، لان انا شفت الفيديوهات دي وقلت لازم اجرب. شفتها على اليوتيوب يعني وقلت لازم اجرب، ما جربتش قبل كده قلت لازم اجربها اشوف كده هيبقى حلوه ولا وحش. جبت راس الليفت، جبت رابطة ليفت اشتريتها، وراس الليفتة دي قطعتها وسبتها على بعضها. والعروق ديت مرمتهاش عشان احنا بنحبها برضو ما بنرميهاش، وحطيتها برضو على بعضها. والجزر ده حطيته على بعضه. وكمان كرات ابو شوشه ده قطعت الراس، بيبقى فيه بيجي في الشتاء كرات بشوشه كده. انا ما اعرفش هو اسمه ايه، انا ما اعرفش اللي هو اسمه كرات بشوشه، بس يبقى حلو في الاكل. هو عروق خضره كده عريضه. والراس بتاعته دي بنقطعها، احنا بناكلهاش، بنقطعها ونخليها كده بتبقى جميله تحفه. فقلت بقى احط كل حاجه على بعضها واسيبها ايه لحد ما يجي رمضان، اطلعها بقى واشوف هيبقى شكلها ايه. شوف الميه الجميله على فكره بقالها شهرين. انا كسلانه عنها بقالي شهرين ما عملتش فيها من قبل رمضان بشهر. والعيد فات بقاله شهر. يعني يعني المخلل ده بقاله شهرين ومع ذلك شوف الميه رايقه وجميله ازاي. جميل جميل. هي ميه وملح وخل بس. يعني انا حطيتها في ميه وملح ملح وخل بس. ما تقولش الخل بيري ولا بيري ولا هرى ولا حاجه، بالعكس ده خلاه مقرمش وحلو. جيت بقى ايه، انا كده كده هقطعه وهشطفه تحت الحنفيه كده واحطه في ميه وملح تاني. بس ميه وملح خفيف بقى عشان هو كده فيه ملح. هنقطع طبعا الرخامه نضيفه. هنقطع بقى كده. الشطره بقى كده تعمل زي، او الشطره اللي عملت زيي يبقى تبقى شطره. او اللي عاوزه تعمل بعد كده تعمل، ما تخافش. تبقى في موسم اللفت بقى ايه تعملي كده وده طلع احلى من ان احنا بنجيب اللفت ونحداه ونخلله وناكله في يومين بعد يومين يعني. والله الطريقه دي احلى. طريقه المصانع وطريقه بتوع الترشي والحاجات اللي زي دي. كده بقى ايه هنقطعه زي تقطيعة المخلل العادي بقى. اهو. وشوفوا مقرمش وجامد ولا مهري ولا متغير ولا اسود ولا اسمر ولا اي حاجه خالص. ولا معفنه الميه ولا مكرميمه ولا مكمكمه ولا اي حاجه خالص. نفس الشكل ده. وجربوا على ضمانتي. كده قطعنا شويه اهو. هنجيب بقى ايه القطاعه اللي هي المشرشر اللي بتشرشر الحاجه دي، المشرشره اللي بتعمل زي ترش المطاعم. وايه شايفين الجزرايه سليمه. ومع ذلك زي ما هي اهي جميله وزي ما هي شايفين شكلها اكنها لسه طازه. حلوه قوي. اهو. جميله. حتى العروق شوف شكلها جميله ازاي وماسكه نفسها وحلوه ولا مهريه اهي. ولا مهريه وجامده ازاي ولا مهريه ولا اي حاجه، ومع ذلك وطعمهم جميل. مخلل جميل. اهو. جيب بقى القطاعه اللي هي بتشرشر دي، المشرشره دي تشرشرين الحبه الباقيين دول زي اللي ايه، زي الترش بتاع المطاعم. ويبقى احلى ترشي. ويكفي ان هو نضيف وانت اللي عاملاه ومش عارفين التانيين احنا بنغلي الميه وبنعقمها وبنسيبها تبرد انما احنا مش عارفين اللي بتوع بره دول بيعملوا فيه ايه. نديك ناخد الفكره وننفذها في بيتنا عادي. حلو. لو كل حد يعمل كده نوفر كتير في الغلا اللي احنا فيه ده. الراس على بعضها اهي. راس اللفتة على بعضها ولا شيخ ولا اي حاجه. هنجيب بقى دي الشرشره دي ونقطعها كده. اهو. شايفين. اهو جميله اهو. اهو. اهو شايفين المخلل زي بتاع المطعم ازاي، زي بتاع محلات الترشي اهو. عاوزه تصغريها شويه عن كده صغريها. اهو.
ولا اتهرى ولا اتغير لون ولا اي حاجة خالص. جربوا الطريقة دي اللي تبقى بعد كده بقى احفظيها بقى، بعد كده تبقى تجيب اللفت وتعمليه بنفس الطريقة. والله انا اتنيتي كسلانة عنه لحد ما قلت اما اعمله بقى وخلاص واشوف، لقيته جميل وزي الفل. اهو كده تمام. هنكمل بقى بقية الكمية كلها بقى وايه، ونحطه في البرطمانة تاني، ونحط عليه مية وملح، بس ملح طبعا يبقى خفيف لان هو كده كده كان مملح، وحبة شطة ناشفة كده، او لو في شطة خضراء، وممكن عشان يبقى ترشي كامل بقى ممكن تحط فيه خيار وبصل وليمون، بس احنا استكفينا بالحاجة بالحبة دول وخلاص. اهو والعروق بتاعته اهي، اهي بنحبها العروق دي، يعني في ناس بترميها بس هي حلوة صراحة يعني، بحب العروق دي. وحتى الحتة دي برضو ما بنرميهاش، مفيش حاجة بتترمي. نيجي بقى على الجزر ده بقى نعمله بنفس الطريقة برضو اهي. طريقة الشرشرة دي بتبقى حلوة برضو، بتدي منظر يعني بقى شكل حلو وطعم حلو. اهو لو عارضة كده اقسمها نصين اهو، اهي بالظبط كده. واللي هي بتاع القشرة المشرشرة دي ب5 جنيه، يعني مش غالية ولا حاجة. اهو كده تمام اهو. كمان واحدة اهي. اهو يعني كل حاجة على الطبيعة، وده الكرات اهو سليم برضو وحلو، بيبقى طعمه حلو اوي في الاكل وجميل. اهو شايفين شكله، اهو شايفين من جوه شكله ايه. اهي دراسة الكراتيه كانت خضرة بقت ايه، بقت لونها اصفر مبهرج وجميلة اهي. كده تمام اهو، خلصنا كده. وكده انا شطفته تحت الحنفية، وهبدأ بقى احطه في المية. شايفين راس الكرات، بوريكم راس الكرات حلوة اوي. اللي ما يعرفش الكرات راس الكرات ابو شوشة ده يخلله بقى. بس انا ما اعرفش اقول اسم تاني في اي حتى مكان تاني، ولا احنا هنا بنقول كرات بشوشة. بيطلع هو في الشتاء اصلا مع اللفت، مع موسم اللفت. جبت بقى مية وملح كده وشطة ناشفة اهي، وهنحط فيها برضو بعد ما شطفته من مية التخزين يعني، بس هو كده كده ما كانتش لا لها ريحة ولا معفنة ولا اي حاجة خالص. اهو كده بنفس الطريقة الجميلة دي اهو، حلو قوي. اهو مخلل جميل اهو. كده بقى احنا كده هنسحب منه بقى وخلاص، يعني ما عادش بقى نقعده اكتر من كده، هنسحب منه حلو. مخلل جميل قوي طبعا، مخلل الليفت معروف ان هو ايه، له فوائد، بس انا مش عارفه يعني هي إيه. وده برضو كان عندي شويه خيار كسلان عنهم قوي، لحد ما دبل الخيار بيبي صغير كده، لحد ما دبل وقلت لا بقى اما الحقهم. فايه حطيت برضو ميه وملح وخل وتوم والشطه الحمرا دي اهو. يعني ايه، الميه طبعا معقمينها يعني، غليناها يعني وسبناها تبرد، عملت ملحتها يعني، ظبطت الملح بتاعها، وحطيت فصين 3 توم كده 4 مثلا، بقشرهم، يدوا طعم وما يدوش ريحة. شايفين الخيارة شكلها ايه لما اتكسرت صغنونة وجميلة ازاي اهو. حتى بعد ما دبل يعني، كمان لو ما كانش دبل كان بقى احلى من كده كمان. وحطيت على الوش ورقة لورا كده حلوة قوي، ادت طعم كده ريحة وحلو، الطعم حلو كده. وكان احلى مخلل، مفيش اي بيت بيستغنى عن المخلل يعني اهو. جميل قوي. نحط ورقة اللورا تاني اهو، ونقفله ونحط بقى، احنا كده كده هنسحب منه ان شاء الله اهو. مرضتش اغير ميته ولا اي حاجة خالص اهو. حلو قوي.